تعالى بقى ندخل في الفيزياء، وليه عامله كده زي البعبع والناس كلها بتخاف منها، واللي هو بيحسوا ان هي ملهاش قفل، يعني ما فيش وقت كده يقدر يقول الطالب انا خلصت مذاكره فيزياء. ليه بقى الاشاعات دي عنها؟ بص، هي الفيزياء كماده يعني متسعه قوي، مش ماده مرتبطه بمنهج محدد قوي، ولكن لا، ده الموضوع مفتوح كاسئله. يعني احنا موضوع الواحد ممكن تلاقي كم اسئله كبير جدا، الطالب طبعا بيبقى تحت ضغط كم الاسئله الكبير ده، وطبعا منهج كبير، فممكن مع الوقت يحس بالضغط ان كم الاسئله كبير. طب في اسئله بتقف قصادي، ده طبيعي ان في اسئله تقف، لكن عشان هي بيبقى كمها كبير فهو بيبدا يحس ان الماده صعبه، فالاحساس ده بيجي في الاول، لكن الاحساس ده ممكن يختفي مع الوقت بكذا طريقه. انه اولا يشوف طبيعه الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات عشان يقدر يحدد الاسئله اللي بيشوفها دي هل تتماشى مع الامتحان ولا لا، فيبدا يطمن. لو قاس مستواه على الاسئله اللي جت في الامتحانات في السنين اللي فاتت، لقى نفسه بيحل كويس، ده هيديله طمانينه شويه. دي خطوه. الخطوه الثانيه ان الاسئله اللي وقفت قصادي دي سبب الوقوف ده ايه، يعني انا السؤال ده وقف قصادي ليه؟ هل لان انا مش عارف القانون؟ هل لان انا استخدمت القانون بطريقه غلط؟ هل لان دي في معلومه مش عندي اصلا؟ يعني هل في المعلومه دي مش موجوده اصلا، انا ما خدتهاش؟ وده بيحصل لان يعني المصادر الخارجيه كتير ما عليهاش كنترول، فكل كتاب او كل مصدر بيحط بقى زي ما هو عايز، ومفيش حد بيراجع ورا القصه دي. الطالب اللي بيقع بقى للاسف ضحيه للموضوع ده، فبيحس ان الماده صعبه. لكن لما نيجي نشوف الامتحانات، لا، في ناس بتقفل. معنى ان في ناس بتقفل ماده زي دي، لا، يبقى الماده مش صعبه للدرجه دي، بعكس مواد تانية. في مواد تانية التقفيل فيها بقى صعب قوي.